ازاي اقسط بفيزة المشتريات او الكريدت كارد؟ السؤال ده بيجيلي كتير جدا جدا جدا، وفي الفيديو ده هجاوب عليه. اول حاجة لازم نعرفها ان فيزة المشتريات دي بيبقى ليها حاجة اسمها فترة سداد زائد فترة سماح. طب بتبدأ من امتى؟ عادة فترة السداد دي بتبقى مثلا من يوم 1 ليوم 30 في الشهر. فترة السماح بقى بتبقى 25 يوم بعدها. فمثلا لو نفترض ان فترة السداد دي من يوم 1 ليوم 30 سبتمبر، فانا معايا لغاية 25 اكتوبر اللي هي فترة السماح. ادفع بقى في سبتمبر في اكتوبر لغاية يوم 25 مش هينزل عليا جنيه. بس ناخد بالنا من حاجة مهمة، في بنوك كتيرة جدا فيها بيلينج سايكلز مختلفة، يعني مش بالضرورة بداية فترة السداد دي من يوم 1 في الشهر. فنتأكد منين؟ لازم نتأكد من البنك بتاعنا، وناخد بالنا كويس معظم البنوك ما ينفعش نعدي معاملة تقسيط بعد يوم معين في الشهر. يعني مثلا لو اشتريت حاجة بعد يوم 15 او بعد يوم 20 يقول لك لا دي ما ينفعش تتقسط. لازم نتاكد الفتره اللي ينفع اشتري حاجه فيها بالقسط من يوم كام ليوم كام في الشهر، وده برضو عن طريق البنك. طب خلاص، انا بقى دلوقتي اعرف ازاي مين بيقسط؟ بصوا، في هنا نوعين، في شبكه تجار ومحلات متعاقدين مباشره مع البنك وبيقسطوا مباشره مع البنك، يعني وهو بيعدي الكارت على المكنه او الترانزاكشن نفسه بيعديه قسط. وانا زياده تاكيد وحسواكه مني بكلم البنك بعدها بكام يوم بعد ما العمليه تسمع على الكارت اتاكد ان المعامله دي معديه تقسيط. ومهم على فكره، التقسيط ده بيكون من غير اي جنيه فايده، وبيكون حسب نوع التعاقد اللي بين التاجر وبين البنك. المده بقى بتبقى من 6 شهور، سنه، وساعات سنه ونص زي ما قلت حسب التعاقد اللي بين التاجر والبنك. وفي بعض الانواع من التعاقد او بعض انواع التقسيط بتكون بحاجه اسمها مصاريف إدارية. دول أنا مش بفضلهم، بحسها فايدة شيك شوية ومش بروح لها غير خلاص لو مزنوق قوي، والحمد لله لغاية دلوقتي ما رحتلهاش. وفي نوع تاني من التجار مش متعاقد أصلا، هو بس عنده المكنة، ساعتها الحسبة دي بينك وبين البنك دغري. يعني بعد ما بتشتري الحاجة وتسمع على الكارت بترفع السماعة على الكول سنتر وبتقول له مساء الخير أنا عايز أقسط المعاملة دي. وهنا بقى بصراحة البنك بياخد فايدة حسب مدة التقسيط اللي أنا هقسطها، وبصراحة أنا ما بحبش أعمله وما بحبش أدفع فايده لانها فلوس زياده، وانتوا عارفيني انا دايما بروح للي من غير فوايد ولا حتى رسوم اداريه. وجبت حاجات كتير في البيت بالتقسيط اللي بالمنظر ده اللي هو من غير فوايد ومن غير مصاريف اداريه، التلاجة والشاشه وتكييف اوضه النوم مثلا يعني. ونصيحه من اخوكم، ما تقسطوش غير حاجه واحده بس، خلصت وخلصت اقساطها نشوف غيرها، عاملوها معامله الجمعيه. مين فيكم بقى قور ومشغل دماغه زي حالاتي؟ عرفوني في الكومنتات.